بكم الناس الكل. اليوم جيتكم مائدة رمضانية كالعادة والعوايد فيها من المالح للحلو. وبالنسبة للشرب متاع اليوم اخترت باش نعملكم شوربة لسان عصفور بالحوت تجينا فيوحة وبنينة تهبل، ومعاها في بلاصة البريك وباش نبعدوا على الزيوت اخترت باش نعمل باتي بالتون سهل واقتصادي وفي ساعة يحضر زيادة. ومع هذايا كطبق رئيسي عملت لكم رولي الدجاج محشي بالسبناخ الكل منفعة، ومعاه زيادة الصوص البيضاء بالشامبينيون بنا ما نحكي لكمش لازمكم تجربوه. وباش نتحققوا اكيد الخبز حضرت لكم خبز عربي يعمل 66 كيف يجيكم فيوح يهبل. وبالنسبه للسلايطه نتاع اليوم بما انه عملنا الشوربه بالحوت اخترت اليوم باش نعمل سلطه بالكروفيت تتمشى معاها وياسر بريزونتابل. وبالنسبه للتحليه اليوم اخترت باش نعمل لكم بريك حلو محشي بالكريمه سهل برشا وفي ساعه ما يحضر للسهريه نتاع رمضان. اذا كان عجبتكم طولت اليوم اقعدوا معايا وتابعوني للاخر. نجيو توا للمكونات، واول حاجه باش نبداو في تحضيرها هو الخبز. باش نستحقوا مقدار 250 غرام من السميد الارطب، عليه 250 غرام من الفرينه نفس كميه السميد هو بيدو الفرينه، عليهم مغرفه كبيره من خميره الخبز ومغرفه كبيره من السكر. وباش نحتاجوا في الوصفه نتاع اليوم كعبه كامله نتاع ضم باش تخلي لنا الخبز نتاعنا طري، وزوز مغارف كبار من زيت الزيتونه باش يجينا مبسس وفيوح، وباش نفوحوه زاده بالسينوج الكحل والبسباس، وما ننساوش اكيد مغرفه صغيره نتاع ملح. وباش نلموا العجينه نتاعنا بين 250 ل 300 ملل من الحليب الدافي. ونبداو توا بسم الله. اول حاجه في العجينه حطيت الكميه كلها نتاع الحليب، نضيف عليهم خميره الخبز ونضيف زاده السكر، نحلهم مع بعضهم مليح مليح بالطريقه هذه باش كل شيء يتجانس مع بعضه، ونخليهم يتفاعلوا مده 10 دقائق. وبعد ما تفاعلوا مع بعضهم نكمل نضيف عليهم كميه الزيت زيتونه كعبه العظم وشويه من سينوج الكحل والبسباس، ونخلطهم مع بعضهم بشكل كعبه العظم هذيك تتحل في وسط الخليط. والدور نتاعها لهنا انه باش تخلينا العجينه قطنيه. وباش نتعديو توا نكملوا نضيفوا النواشف باش نحط كميه السميد الارض بالكل، ونكمل نضيف عليهم كميه الفرينه، وما ننساوش اكيد الملح. وتوا باش نخليها تتعجن مليح 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 مدة 10 دقائق كاملين. تنجموا تعجنوا بيديكم ما فما حتى مشكل، حتى كشلين تطرى بالكدا بالكدا وتكون البات طريه وتكون تتلصق شويه في اليد. النوع هذا نتاع الخبز لازم يكون هكا شويه يتلصق في اليد يجيكم ياسر ياسر خفيف من بعد. وتوا باش نطلعها من الريسيبيون وباش نتعدى نحطها في صحفه نظيفه ندهنها بشويه من زيت نباتي باش هكاكا كي تخمر العجينه من بعد تطلع معنا بكل سهوله، خاصه وانها تتلصق. وباش نحط العجينه نتاعي ما شاء الله طريه تشره وندهنها زاده هي من الفوق بشويه من الزيت. وتوا مقعد كان باش نغطيو عليها ونخليوها ترتاح وتخمر بالكدا مدة ساعة كاملة ونرجعوا لها. وتوا باش نتعداو نحضروا الشوربه نتاع اليوم اللي هي شوربه لسان عصفور بالحوت. بالنسبه للحوت تنجموا تستعملوا اي نوع تحبوه نتوما كسوا وراتا قاروس التريليا خاصه تبنن على الاخر. انا اليوم عندي كعبه قاروس غسلتها ونظفتها بالكدا وقصيتها تروف كيما هكا. وباش نستحقوا زاده لشوربه لسان العصفور تاخذوا الكونتيتي اللي تحبوها اذا كنت تحبوها جاريه برشا والا لا، وكعب بصل متوسطه الحجم فرمتها مليح مليح. بالنسبه للطماطم خديت مغرفه كبيره نتاع طماطم معجونه، تنجموا حتى تستعملوا طماطم خضراء، ومغرفه كبيره نتاع هريسه باش تجيني موزوزه شويه. وباش نستحقوا للفاحات بالطبيعه، اما اللفاحات ما كثروش برشا خاصه كي تبدا بالحوته، شويه تبل وكرويه شويه فلفل احمر شويه من الفلفل الاكحل كركم ملح وزاده مغرفه صغيره نتاع ثوم. وباش نستحقوا زاده للكرافس اللي باش تفوح لنا الشوربه ونحطوها في الاخر. وتوا باش نوريكم طريقه التحضير. ونبداو توا بسم الله. اول حاجه حطيت طنجره فيها الماء يغلي وباش نحط فيهم الكعيبات نتاع الحوت، قصيتهم تروف كيما تراو، وحتى من راس زاده نستعملوا نظفوا مليح نحيلو العينين وكل او نحطوا خاطر يزيد يبنن على الاخر ويسيب النكهه نتاعو في الماء هذاك، لانه الماء هذاك من بعد باش نمرقوا به. وبعد ما تاب وخليته على جنب باش نحضروا توا الشوربه نتاعنا. جيت لهنا حطيت شويه من الزيت النباتي، حطيت فيه الكونتيتي كلها نتاع البصل وباش نقليه بالطريقه هذه جست شويه ما تخليهوش لين يتحرق والا تغفلوا عليه. من بعد باش نكمل نضيف عليهم كميه الطماطم المعجونه وزاده كميه الهريسه ونضيف عليها كميه اللفاحات الكل ونحلهم بالطريقه هذه ونخليها تتقلى مليح 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 باش ما تقعدش فيها القروسيه.
من بعد توا باش نمرقوا باش نمرقوا بالماء هذيك متاع الحوت، لانه اول حاجه فيه النكهه الكل متاع الحوت وزاده الكل منفعه. دونك نصفيوه بالطبيعه باش ما يبداش فيه الشوك ولا حاجه يهبط ردوبنا، ونكمل نمرق بشويه ماء اخر على حسب الكونتيتي اللي نتوما باش تعملوها متاع الشوربه. وتوا مقعد كان باش نغطيو عليها ونخليها لين تعمل غلوه، ومن بعد نضيفوا لها الشوربه ونتعديو للخبز. ما شاء الله العجينه خمرت في حقها، الضعف الحجم نتاعها. توا شنو باش نعمل؟ باش نجي لهنا على الطاوله نحاول نحلها بالطريقه هذه، وباش نقسمها الاربع طروف. تحبوا تعملوهم كبار صغار متوسطين كما تحبوا نتوما. انا اليوم خيرت باش نعمل خبزه متوسطين ونكعبرهم بالطريقه هذه. نحاول نخدمها شويه ونكعبرها هكايا باش تكون هكا رطبه ومزيانه. ونحضر بحذايا بالطبيعه اطباق يكون عليه بابي كويسون اللي باش نحط عليه الخبزات. كملت الكعبات الكل هكاك شكلتهم بنفس الطريقه، وباش نبداو توا باش نحلوا ونشكلوا بالكعبه بالطبيعه بالاستعانه بالقلقال، والا تنجموا حتى بيديكم ديريكتومون ما فما حتى مشكل، لكن القلقال يسرع لي في الخدمه الكل ويسهل عليا. ما نحلوهاش جويده برشا باش الخبز ما يجيكمش يابس، وما نخليوهاش زيد خشينه ياسر باش ما يكونش فيها برشا البيبه من داخل وما تجيكمش ياسر عاليه. ونحلها شويه هكايا بيدي ونستويها على جنب باش يجيني الشكل نتاعها مرتوب. وبعد ما كملت شكلتهم باش نجي توا نزينهم الفوق. خديت هكايا السكينه وباش نجرحها بالطريقه هذه. كما تعرفوا الخبز هذه يجي المنظر نتاعو ياسر مزيان، ونعملهم هكايا على شكل معين، حاجه سهله اون بلوس في المنظر ياسر حلوه. وبعد ما كملت حضرتهم توا مقعد كان باش نغطي عليهم بمنديله ونخليهم يرتاحوا مده 20 دقيقه يزيدوا يخمروا، ومن بعد نطيبوهم. وانتخ طون باش نتعداو نتفقدوا الشوربه نتاعنا عملت غلوه، الماء نشاح شويه. توا نضيفوا لها شويه من شوربه لسان عصفور ونضيفوا زاده الكرافس. وفي المرحله هذه نكملوا نضيفوا لها الحوت بعد ما نقشروه بالطبيعه ونحيوا له الشوك اللي فيها، ونخليوهم كعبات كبار وما نحركوش برشا باش هكاك الحوت ما يتفتفتش. وهذه الخبز نتاعنا ما شاء الله بعد ما زاد اخمر شويه وضاعف الحجم نتاعو. نجيب اصفر بيضه نحلها في شويه من الحليب وباش ندهن بهم الخبزات من الفوق بالطريقه هذه على جنب الكل ولا طرف الكل، باش من بعد كيف نجيو نطيبوه يجينا اللون نتاعو ذهبي شره. وباش نزينها من الفوق بشويه من سينوج الكحل وشويه زيده من البسباس اللي يعطي منظر مزيان، وخاصه زيده يخلي الخبز نتاعنا فاوح. وتوا مقعد كان باش نهزو نحطوه في الفرن، وباش نحطو في الرف اللوتاني على درجه حراره 180 درجه. نشعلوا عليهم من الفوق ومن اللوطه ونخليهم يطيبوا مده 25 دقيقه. وتوا باش نتعداو نحضروا الرولي متاع الدجاج اللي يكون محشي بالسبناخ، سهله برشا. خديت لهنا صدر متاع الدجاج غسلته ونظفته، وباش نستحقوا عليه شويه من المعدنوس ما نكثروش منه برشا. وبالنسبه للفاحات مغرفه كبيره من الثوم، مغرفه كبيره تبلو كرويه، مغرفه صغيره كليل وزعتر، شويه فلفل اكحل، شويه كركم وشويه من الملح. وهذوما المكونات متاع الخليط متاع الدجاج. بالنسبه توا للحشو اللي هو السبناخ، خديت لهنا كونتيتي باهيه متاع سبناخ وذبلته شويه. كيفاش نذبلوه؟ تحطوا هكا مقله فيها شويه من الزبده وتخليوها حتى يكشلين يذبل بالطريقه هذه، وبنعصروه مليح من الماء اللي فيها. وباش نستحقوا زيده الجبن يكون كاغي، تنجموا حتى تستعملوا جبن غابي ما فما حتى مشكل. هذه زيده للحشو مع السبناخ. وتوا نتعداو للطريقه. واول حاجه باش نبداو في تحضيرها هو الدجاج. بالطبيعه نقسموه دي كوب كيما هكايا، اذا كان فيها عظم ولا حاجه هاكا نحيوها ما نخليوهوش. واذا كان عندكم لحم مفروم تنجموا تستعملوا راهو دجاج مفروم حاضر. توا باش نجي لهنا في الرحايه وباش نحط الكونتيتي كلها نتاع الدجاج، وبطبيعه الحال باش نضيف عليها الكميه نتاع الفاحات الكل، خاصه الثوم لهنا راهو يفوح بالباهي. ونضيفوا رشه صغيره نتاع معدنوس. وتوا مقعد كان باش نخليوه يترحى مليح حتى كشتين يترحى كومبليتمون. وتنوريكم القوام نتاعو كيفاش لازم يكون. وهذه الدجاج نتاعنا بعد ما ترحى في وسط اللفاحات وتفوح بالكدا هذه القوام كيفاش لازم يكون طري بالباهي. توا شنو باش نعمل؟ باش نبدا نشكل. جبت لهنا بابي كويسون ندهنها كيما هكايا بالزيت النباتي، ضروري على الاخر ندهنوها باش هكاك الدجاج ما يلصقش فيها، وديما ندهنو دينا بالزيت ونبداو نشكلوا فيها تدريجيا. نحلو الخليط بالطريقه هذه
هذيا نحاول نحلو على شكل مستطيل، ونحاول زاده نستويه على جنب الكل باش تجيني من بعد الكعبه مرتوبه. توا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ جبن كاغي الكل وباش نرصفه بالطريقه هذيا. بالنسبه للجبن تنجموا كيما قلت لكم تستعملوا حتى جبن كاغي. جبن لهنا الدور نتاعو باش يخلي السبناخ يلصق في الدجاج، وفي نفس الوقت زاده يبدا سايل من داخل، يبدا ظاهر يسرح له. توا نجيبك السبناخ اللي حضرناه وباش نحطه فوق جبن، وكانت تلاحظوا الجبن جست حطيت في البارتي هذيك، يعني ما وصلش للاخر بالكل، خاطر من بعد كيف نجيو الروليو ما يخرجش على برا. ونفس الشيء زاده بالنسبه للسبناخ نوصلوا جست للبارتي هذيك. او كاستويتو على كامل الكعبه وعلى جنب زاده ما نحطوش، جست في الوسط فقط. ونبداو توا نهزو بالبابي كويسون اللي باش يعاوننا على التشكيل والتدوير. دونك نحاولوا هكا ندوروا بشويه بشويه ونكبسوا شويه زاده باش هكاك تحافظ على الشكل المزيان نتاعها. وشوفوا ما شاء الله صدر الدجاجه كهو قداش باش تعملها كبيره الحجم، يعني تعملكم طبق رئيسي يعمل الكيف. توا اخر حاجه باش نعملوها باش نسكروا الجناب، ما نخليهمش محلولين باش حتى شيء ما يخرج على برا، ونستويها. وندهن يدي توا اخر ايتاب هذيا، ندهن يدي بشويه من الزيت ونعدي عليها بالطريقه هذيا باش تجيني رطبه وامورها واضحه. وباش نغلفها بهاك البابي كويسون هذيك نسكروا عليها مليح مليح ونلويوها في وسطه، خاطر كيف نجيو نطيبوها لازمنا نطيبوها اول حاجه في البابي كويسون لانه صحي. نسكروا عليها مليح مليح كيما هكايا، ومن بعد نحطوا فوقها البابي الومنيوم نسكروا عليه حتى هو بالكدا ونكبسوا بالباهي على جنب باش هكاكا ما يخرج لنا حتى شيء على برا. وتوا اخر ايتاب باش نجيب كوردون وباش نعمل فيها ثقب كيما هكايا. ليتاب هذه ضروريه على الاخر باش الكعبه ما تتفلقش في الداخل وتطيب لنا زاده بالكدا. وباش نجيب توا اطبق يكون فيه كونتيتي نتاع ماء وباش نحط فيها الرولي نتاع الدجاج كيما هكا. لازم راهو الماء هذاك ضروري باش هكاكا الكعبه ما تنشفش وما تتحرق. وتوا مقعد كان باش نهزو نحطوها في الفرن على درجه حراره 200 درجه، نشعلوا عليها من الفوق ومن اللوطه ونخليوها تطيب مده 45 دقيقه. ونتعداو توا باش نحضروا الباتيه اللي باش نعملوه في بلاصه البريك. هاكا نوعوا شويه ونبعدوا شويه من القليان. اول حاجه باش نعملوه اليوم بالتون، تنجموا حتى تعملوا الدجاج. خديت لهنا التون فتفتو بالطريقه هذه ونحيت له الزيت باش نستحقوا زاده المعدنوس. انا نكثر فيه شويه معدنوس باش يجيني فاوح، ومعاه كعبه بصل قصيتها جويده، شويه من زيتون، انا اخترت لهنا زيتون الاكحل، جبن مرحي اخترت الجبن مرحي المالح، وشويه هكا من جبن كاغي اللي قصيته دي كوب، وشويه من العظم مسموطه. ونتعداو توا نحضروا الخليط نتاعنا. نجي في صحفه كيما هكايا باش نحط الكونتيتي كلها نتاع البصل والزيتون، نضيف عليهم التون ونضيف زاده كميه العظم الكل والجبن بالطبيعه اللي يزيد يبنن، وما ننساوش المعدنوس اللي يفوحوا بالكدا. وتوا باش نفوحوا بشويه من الفلفل الاكحل وشويه من الملح بالطبيعه، لا اكثر ولا اقل، ونخلط كل شيء مع بعضه. وهكايا يكون الخليط نتاعنا احضر. اسهل من هكا ما فماش. وتوا مقعد كان باش نبداو نشكلوهم. جبت لهنا بات فيتي، قستها بالطبيعه على العرض، نقاها 24، دونك قسمتها على 12 والباقي كل نقسمها 12 باش هكاك تجيني كلها على شكل مربع، خاطر اليوم باش نعملها على شكل مثلثي. دونك عملتها 12 على 12 الكعبه تجي ياسر تحفونه ومزيانه. دونك نحط توا الخليط بالطريقه هذه، ما نخرجوش على جنب وما نكثروش اكثر من اللازم باش الكعبه تتسكرنا بالكدا. او كنحطو بالطريقه هذه. من بعد هكا ندهن على جناب بشويه من الماء باش هكاك يتسكروا لي بالكدا، ونجي على جنب ونسكر. ريتو وقت اللي تسكروا على جناب ما تضغطوش عليهم برشا، جست تضغطوا على البلاصه اللي فيها الحشو باش من بعد الكعبه تجيكم منفجه تشره والشكل نتاعها يجيكم مزيان. دونك كملت الكعبات الكل هكاك بنفس الطريقه، ندهن بشويه ماء كما العاده ما ننساوش، ونجي هكايا نسكر عليها بالطريقه هذه. الكل في الكل ديجا عملت 6 كعبات. واخر ايتاب باش نعملوها باش ناخذ اصفر نتاع بيضه نحلها في شويه من الحليب وندهن بها الكعبات بالطريقه هذه. وهذه اللي من بعد يخلي اللون نتاع كعبه الباتيه يجي مزيان، لونها دوغي. راهو ضروريه ليتاب هذه باش يجيكم الكعبه مزيان. وتوا بعد ما كملت حضرتهم مقعد كان باش ندخلهم للفرن وباش نحطهم في الرف اللوتاني ونشعل عليهم الفوق واللوطه على درجه حراره 180 درجه ونخليهم مده 30 دقيقه لين ينفجوا يحمروا.
وهذه الرولي متاعنا بعد ما حضرت ما شاء الله ريحتها طالعه فوحه تشرهه والشكل متاعها يهبل. جبت ولا هنا تخونش متاع زبده وباش ندهن بها الكعب الكل على الطرف الكل والجنب الكل ونرجعها للفرن تحمار بالكدا بالكدا ومن بعد نخرجها وتنجموا حتى تحمروها على الغاز. وهذه الرولي متاعنا بعد ما حضرت خليتها جوست هكا بردت شويه اكاهاو لما حالة مازالت سخونه لهنا والجبن مازال سايل في وسطها. وباش نقسمها دوائر بالطريقه هذه ما نحكي لكم قديه جات بنينه على الاخر. اون بليس هكا الجبن يبدا هكا سايل في وسطها وكالسبناخ يتماشى برشا مع الدجاج. حاولوا هكا قسموهم دوائر يكونوا متقايسين ما يكونوش زيد خشين برشا وما يكونوش ياسر جويدين باش تجيكم الكعبه مرتوبه. وهذه عن قرب كيفاش تكون. وتوا اخر حاجه باش نحضروها هي الصوص نتاع الرولي نتاعنا. خديت لهنا كميه من شامبينيون مقدار 400 غرام يكون افيلي كيما هكا باش نسحقوا كعبه بصل قاسيتها جويده ومغرفه كبيره نتاع ثوم. ونجيو توا في مقله كيما هكايا نحط فيها شويه نتاع زيت ما نكثروش برشا باش نحط الكونتيتي كلها نتاع البصل والثوم ونقليهم ونذبلهم جست شويه. وكي تراهم هكا دوبه ما تذبلوا وقتها نضيفوا الكميه كلها نتاع الشامبينيون. ديجا الكونتيتي هذه راهو وقت اللي يبدا يذبل تحسوا ينقص شويه. توا باش نفوحوه بشويه ملح وشويه فلفل اكحل فقط وباش نخلطهم مع بعضهم ونخليه حتى كاش تلاحظوا يذبل بالطريقه هذه ويولي الشكل نتاعو كيما هكا. وقتها توا باش نضيفوا عليه الكريم ليكيد وتنجموا زاده تستعملوا الكريم فريش ما فما حتى مشكله. وباش نخلطهم مع بعضهم ونخليها جست هكا تطيب شويه. وحاجه صغيرونه ديما نحب نضيفها هي نواد المسكاد نعمل عليها رشه صغيرونه خاطر صوص البيضه ياسر تبننها. وبطبيعه الحال ما تخليوهاش تطيب اكثر من لازم خاطر الصوص هذه راهي كي تبرد باش تزيد تجمد. وباش نتعديو توا نحضروا السليطه نتاعنا باش تكون سلطه خضراء بالكروفيت. خديت الخس قصيته بالطريقه هذه ونفرقه في الصحن وباش نضيف من الفوق شويه من الفلفل الاصفر والاحمر يعطي هكا الوان مزيانه وتشهي في السلطه. وزاده طماط سيريس قسمت كل كعبه على 2 وباش نعمل رشه من المايس. وبالنسبه للكروفيت طيبتها في شويه من الزبده في مقله وفوحتها بالملح فلفل اكحل وشويه من الهروس اللي يزيد يبننها بالكدا. وبالنسبه للتزيين باش نزينها هكايا من الفوق بالكعبات هكايا نشخشخها بالكدا بالكروفيت باش تعطي منظر ياسر مزيان. واخر حاجه باش نعمل شويه كعبات نتاع زيتون نحطهم هكايا من الفوق وباش نزين على جنب بشويه من الشيبس تختاروا اي نوع تحبوه. جست هذه اضافه من عندي باش تعطي منظر حلو للطبق. اخر حاجه باش نعملوها توا اللي هي التحليه متاع اليوم باش تكون بريكه احلوه. جبت الاوراق هذوما متاع البريك وجبت القالب هذيا وباش نبدا ندورها بالطريقه هذه ونكبس عليها مليح باش هكاكا يجيني الشكل متاعها مرتوب ومزيان. وباش نسكروها بشويه من الفرينه اللي حليتها مع شويه من الماء تولي كيما الباتا كي شويه وندهن بها وهذيك اللي تسكر للكعبه مليح ونحطها على جنب. ونكمل الكعبات الكل بنفس الطريقه. ريتو كيفاش نعملها جست هكا نطبقها على بعضها من بعد نجيبك القالب هذيك ونحاول ندورها ونكبس في نفس الوقت باش يجيني الشكل متاعها مرتوب. وحاولوا اعملوهم الكل بنفس الحجم باش يجيكم كل كعبه تشبه الاخرى. وكالعاده نسكروها بالفرينه هذيك مع الماء وننزلوا عليها شويه باش تسكر بالباهي وتلصق بالكدا. وتوا مقعد كان باش نقليوهم. سخنت شويه من الزيت ما يلزمش يكون سخون اكثر من اللازم وما يلزمش يكون بارد برشا باش هكاك ما يتحرقوش ما يشربوش الزيت ويجينا اللون نتاعهم دوغي ومزيان. وفي كل مره نقلبوهم لين نتحصلوا على اللون دوغي ياسر حلو. وعلى فكره تنجموا روحه تدخلوهم في الفور اذا كان ما تحبوش تقليوهم اما تدهنوهم بشويه من الزبده وتدخلوهم الفور وتخليهم لين يحمروا. انا نقليهم ديجا ويجوني مقرمشين يهبلوا. وكي تحصلوا على اللون اللي حشنا به نسقطروهم من الزيت. وتوا بعد ما يطيبوا نخليهم يبردوا كومبليتمون ومن بعد نحيوا لهم اكل القوالب اللي فيهم. وما شاء الله الشكل نتاعها يجينا ياسر محليه ولونهم مزيان. وكيفاش توا باش نحشيوهم باش نعبيوهم بالكريم. بالنسبه للكريم تنجموا راو تشريو كريم باتيسير معناتها حاضره تطيبوها وحدكم ومن بعد تعبيو بهم ونزينهم على جناب بشويه هكا من الفستق المهروش يجيو ياسر حلوين. كملت الكعبات الكل هكاكا بنفس الطريقه. وتنجموا راو تحضروا الكريمه وحدكم في الدار كريمه غربي عاديه تعملوها باصفر بيضه مع 4 مغارف كبار سكر 4 مغارف كبار نشا وتضيفوا لهم نص لتر نتاع حليب. وتنجموا حتى تفوحوها بشويه مثلا ماء عطرشيه ولا ماء ورد كيما تحبوا ومن بعد تخليوها تبرد كومبليتمون وتعبيو بها الكعبات نتاعكم.
وتوا ما قعدت كان باش نوريكم النتيجه نتاع الاطباق نتاعنا. هذه هي السلطه الخضراء بالكروفيت، ما شاء الله الالوان فيها بركه تشرح على الماكله. تنجموا تحطوا فيها شويه من الصوص من الفوق، صوص نتاع سلاد والا حتى مايونيز، ويطلع لكم طبق كامل متكامل يعمل الكيف. بالنسبه للطبق الرئيسي هذه رولي دجاج اللي بس بناخ وجبن من داخل، ما شاء الله الجبن يبدا سايل في وسطها، حبيت نوريكم هكا عن قرب. وباش نضيفوا لها زيده الصوص البيضاء، صوص شامبينيون، تزيدوا بنه على بنه. نودكم ولا نشهيكم جربوها وتفكروني من اروع الاطباق اللي تجربوها. اون بليس كيما شفتوا سهله برشا في التحضير ومتكلفش، فقط صدر دجاج اكاهو. لانوا عليها توا رشه من المعدنوس، وكمان زيد حطيت شويه هكا من الصوص فوق الدجاج ويجينا طبق روعه. وبالنسبه للباتي ما شاء الله طاب في حقه، الضعف الحجم نتاعو هكا وتنفج بالكدا وجاي لونه يشرح. حطيت شويه هكا من كعبه نتاع قارص على اجنب، وهذه الكعيبه حبيت نوريه لكم عن قرب كيفاش طلعت، نودكم ولا نشهيكم. وبالنسبه للخبز نتاع اليوم ما شاء الله طاب في حقه، جاي الشكل نتاعو ياسر مزيان وخاصه يشهي وفاوح. وهذه شربة اليوم اللي هي شربة لسان عصفور بالحوت، ما شاء الله جات فاوحه تهبل، خاصه الحوت يزيدها بنة على بنة. جربوها وتفكروني، وتنجموا راهو حتى في الاخر تضيفوا شويه من الكمون راهو تزيد تفوح بالكدا. وبالنسبه للتحليه نتاع الليله اللي هي البريكه الحلوه، في الاخر بالكل نشحرها شويه هكا شحور يكون خفيف شويه نحط فوقها، وما شاء الله يجينا طبق ياسر مزيان. او كتعديو به السهريه، واذا كان عندكم ضيوف وتحبوا على حاجه سهله وسريعه جربوها وتفكروني. وتوا قريب شغال الفطر ومقعد كان باش نحضروا الطاوله نتاعنا. والتيم نتاع اليوم باش يكون في الاحمر والازرق، وحبيت نحط البلا هذوما باش يعطيو غابيل على شوربه الحوت، بما انه هكايا فيها حاجات بحريه وزيدا سلطه الكروفيت. وحطيت المنادل هذوما مع توش ارجنتي باش هكاكا كل مره النوع بين الارجنتي والدوغي. حطيت الكيسين وباش نحط الشوربه ما شاء الله جات فيه وحتهبل. وباش نكمل زيدا نضيف الطبق الرئيسي اللي هو الدجاج رولي، نحطوا الباتي هكا نبدلوا شويه من البريك، وسلايطه ما شاء الله اللي ياسر تشهي. وما ننساوش اكيد الخبز اللي حضرناه، وباش نضيف اضافه اخرى اللي هي العصير والتحليه نتاع الليله. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم في وصفه اليوم في طاوله اليوم. ان شاء الله يا ربي نكون عطيتكم افكار متنوعه، ونشوفكم في فيديو جاي. باي باي.